ابني بقى دخل عليا وقال لي يا ماما انت نسيتي تقدمي لي في المدرسه الانترناشونال. قلت بس كده لازم اعمل ياسمين عز بسرعه واروح اقدم له، لان هو قايل لكل اصحابه اللي قدموا في المدرسه دي ان مامته تبقى ياسمين عز، وطبعا اكيد عمري ما هطلع ابني كداب يعني. المهم بقى قلت لازم اعمل ميك اب ياسمين عز بسرعه بسرعه. رتبت وشي بسرعه زي ما انتم شايفين، وعقمت العدسات في بقي كده زي ما انتم شايفين، وطبعا العدسات القمر دي من عند كنزي، اللون ده اسمه نانا نانا بلو سبيس بلو. المهم بقى جبت الاسنان ولبست الاسنان كده زي ما انتم شايفين، عشان برضو انتوا عارفين يا جماعه احنا كناس مشاهير ومعروفه وكده لازم نبقى عاملين اللي هي السمايل اون والحاجات اللي هي المعروفه دي. لو لسه بتتفرجي بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنتات كتير، وتقولي لي ايه رايك في الميك اب لما يخلص. بصوا بقى هنا ابتديت اظبط الحواجب، كنسلت طبعا الحواجب خالص وكنسلت التاتو المعمول القديم ده، ورسمت حواجب على جديد خالص، حاجه كده جديده مش شبه حواجبي اصلا. بصوا جبت كمان الكونسيلر وابتديت ان انا احددها واظبطها علشان تظهر اكتر ويبقى شكلها واضح اكتر. كمان هكنسل الهالات اللي فوق عينيا ديت بالكونسيلر. الكونسيلر ده من ساندرا خطير يا جماعه في كنسله الهالات. والتاني اللي عملت بيه كنسلت بيه التاتو من ارت سكين 03 بيكنسل التاتو تحفه زي بالظبط كده كاركتر. خلاص ابتديت ان انا بقى هنا ادمج كده كويس قوي عشان اعرف اعمل الاي شادو بتاعي. حطيت بقى اللزق بتاعي اللي بحبه جدا بطلع لكم بيه لايفات على طول. ابتديت ان انا اعمل الاي شادو، هعمل حاجات خفيفه كده عشان انا نازله بالنهار ورايحه اقدم لابني في مدرسه انترناشونال، ولابسه بقى يا جماعه ومتشيكه ولابسه اكسسواراتي ولابسه ذهبي ولابسه كل حاجه. قلت بقى لازم ابين لهم ان انا ست بقى ريتش قوي يعني، وما شاء الله عليا انا وابني ومعانا فلوس يعني كتير. المهم بقى كل ما تكتري كل ما يبان ان انتي حد بقى يعني معاه فلوس وحد مستواه عالي قوي. كل ما تكتري في الميك اب كده يبقى الميك اب واضح وصريح وشكله نظيف. المهم بقى حطيت فوق عينيا كده الشادو عملت اسود في بينك قلب معايا موف، وجبت الايلاينر ورسمت كده، عملت سحبه للايلاينر حلوه. انا الصبح ما بعرفش انزل من البيت غير وانا حاطه كده كميات، لازم احط كميات كده وانا نازله اي شادو بالطريقه دي ورموش والكلام ده كله تمام عشان يبقى شكلي مظبوط ويبقى شكلي حلو. انا ما بعرفش انزل من البيت غير كده خالص، يعني انزل بوش طبيعي كده مثلا حاجات بسيطه لا ما بقتنعش. جبت بقى الفاونديشن بتاع شجلام وما فيهوش غلطه زي ما انتم شايفين. ابتديت ان انا اوزعه على وشي كله واخدت بالي كويس من رسمه العين. وعلى فكره الحواجب قصيره شويه هطولها، هتشوفوا دلوقتي لما اثبت بالبودر الحواجب هتطول هتبقى تحفه يا جماعه تحفه. المهم بقى لو لسه بتتفرجي ما تنسيش تعملي لايك وشير وتقولي لي بتتابعيني منين، وتكتبي لي كومنت كده تقولي لي بتتابعيني منين، تقولي لي ايه رايك في رسمه العين وفي الميك اب. حركه الانف دي بقى الكونتور ده شفت واحده اجنبيه بتعملها، الهاكس دي يا جماعه روعه روعه روعه. ركزوا كده وشوفوا انا هعمل الكونتور ازاي بتاع الانف. انا عملت دلوقتي على انفي كلها كونتور وحطيت كمان عليها بلاشر، يعني مش كونتور بس، غمقتها جدا زي ما انتم شايفين كده ودمجت البلاشر. جبت بقى هنا كونسيلر حطيت نقطه في النص وخطين في الجنب، بدمج بصباعي زي ما الهاك عملتها بالظبط، اللي هي الميك اب ارتست الاجنبيه دي عملت بصباعها كده ما دمجتش في فرشه، وجت في النص كده انا خدت زياده، كان في النص حته زياده خدتها ودمجت بصباعي في النص. بصوا يا جماعه رسمه الكونتور بتاع الانف بقت روعه ازاي، خطيره خطيره خطيره. جبت بقى الكونتور وعملت طابع الحسن ظهرته، وكمان شديت وشي عملت وشي مشدود، وجبت الباودر سخنتها كده على ايديا دفتها وحطيتها على وشي زي ما انتم شايفين، ظبطت بيها وشي كله عشان خاطر طبعا نازله بالنهار والجو حر جدا ومش عايزه الميك اب يسيح. هنا بقى طولت الحاجب. بصوا يا جماعه الحاجب بعد ما طول بقى روعه ازاي، انا مش عارفه ايه ده تحفه. اول حاجه بقى طول بقى موازي لرسمه العين. هعمل كمان رسمه عين من تحت صريحه شويه وحاده شويه عشان تظهر الميك اب، لان انا حسيت ان الميك اب رقيق قوي زياده عن اللزوم. وبعدين ياسمين عز بتعمل ميك اب نفس الميك اب ده بالظبط وبيبقى الميك اب فيها واضح جدا، فانا حبيت ان انا اعمل نفس الميك اب اللي في الصوره اللي انتوا شفتوها. جبت كمان الايلاينر وابتديت ان انا احدد رسمه العين كويس، وجبت الجلوس بتاعي حطيت كده ليب جلوس. بصوا شايفين انا اتاخرت جدا بجد، يعني انا مش فاكره بقى هنا عماله اقول يا ربي ايه اللي ناقص ايه اللي ناقص ايه اللي ناقص، فعماله افكر قلت هحط قلم ابيض جوه العين وكمان ما حطيتش ماسكارا وما حطيتش هايلايتر، فعماله افتكر بقى
لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وتقولي لي بتتابعيني منين وايه رايك في الميك اب القمر الخطير ده. حطيت كمان ماسكارا وهحط كمان الاي شادو اللي هو اللوز دوت اللي بيلمع الابيض ده عشان اوضح الفتحه اللي انا عاملاها وسع العين، لان انا موسعه العين. بصوا شايفين عامله شغل في العين عالي قوي. انا يا جماعه راح اقدم لابني في مدرسه انترناشونال، عايزينهم يقولوا عليا ايه؟ والهايلايتر بقى، كتري بقى هايلايتر، كل ما تكتري هايلايتر وشك يلمع كده الناس يحسوا ان انت حياتك حلوه وحياتك بتلمع كده شبه وشك. جبت بقى البلاشر ده بتاع دايموند، رخيص على فكره جدا، مش غالي، بس بيدي اللوك تحفه تحفه تحفه. بصوا بقيت شبه الطماطميه بالظبط. انا كده خلصت بقى. قولوا لي ايه رايكم في الميك اب، ايه رايكم في اكسسواراتي في الحلقه، في الاكسسوارات اللي انا لابساها لايقه على الطقم ولا لا. انا لابسه بليزر كده وطقم لان انا رايحه اقدم لابني، فقلت اعمل ميك اب كده يليق بالمدرسه اللي انا رايحه لها، لان انا رايحه مدرسه غاليه قوي قوي يا جماعه. هرش بقى رشه كده اللي هي فيكس دي عشان اثبت الميك اب واديله لمعه. بس كده انا كده خلصت، واهو كده انا بقول لكم ايه رايكم في الحاجه، ايه رايكم في الطقم وفي الاكسسوارات وفي الذهب والحاجه اللي انا لابساها. باي باي، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات كتير.